اهلا وسهلا بكم وصفه جديده وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بافضل حال. اليوم حبيت انني نشارك معكم كيك بالليمون الحامض، كيجي ولا اروع. كريمه روعه، هشيش بنين لذيذ، تقدموه لوليداتكم لضيافكم. روعه روعه روعه. بقاو معايا تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. وكما كتشاهدوا جبت واحد البول وعملت فيه 4 حبات من البيض. غادي نضيف كأس ونصف من سكر حبيبات قياسات بكاس العنبة بهذا الشكل هذا. غادي نضيف كذلك قبصة من الملح لتصحيح الذوق بهذا الشكل. وغادي نجيب الضراب ديال الكهرباء، غادي نطلع به البيض ديالي. كان متوفر عملوه، ما كانش متوفر عملو الضراب اليدوي. غادي نبقى مستمره حتى كيولي عندي خليط ابيض بهذا الشكل هذا. غادي نضيف كأس ديال الحليب قياسات كاس العنبه بهذا الشكل. غنضيف كذلك حامضه محكوكه، فهو كيك كيجي رائع جدا، بنه لا تقاوم. وغادي نمزجو الكل بهذا الشكل هذا حتى كيندمجوا ليا المكونات. وغادي نضيف كأس لاروب ديال زيت المائدة، وغادي نمزج كذلك. وغادي نضيفو 3 كؤوس ديال الطحين ممسوحين. نتوما على حساب الطحين ديالكم، راه كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. المهم عملوا 2 كؤوس ونصف نتوما وشوفوا القوام واش هو هذاك. ومن بعد كتضيفوا 2 ديال بيكين باودر خميره الحلويات بهذا الشكل هذا اللي كيوزنوا 14 غرام. وغادي نمزج الكل بهذا الشكل جيدا حتى كيندمج ليا الطحين مع الخليط ديالي. وفي هذه الاثناء غادي نضيف عصير حامضه اللي كنا حكيناها، كتعطيه واحد الهشاشه ولا اروع، وواحد البنه روعه. الحامضه اللي كنا حكينا غادي تعصروها وتضيفوها، كيجي ولا اروع. ومن بعد غادي نمزج الكل وغنمشي المول ديالي اللي غنكون دهنته بالزبده والطحين، والمول اللي عندكم استعملوه. وانا جبت المول ديالي، غادي نصبوا الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا. هو كيك كيجي رائع جدا، تقدموه لوليداتكم لضيافكم. روعه، واحد البنه لا تقاوم. غادي ندخلوا الفرن على 180 درجه ونرجع معكم ان شاء الله الكريمه ديالنا اللي غنوجدوا. الكريمه عباره على واحد الكريمه اللي كتجي ولا اروع. عندي هنايا عندي حامضه محكوكه، عندي كذلك حامضه اللي حكيت غادي نعصرها. عندي كذلك كأس ديال الماء من الصنبور قياس كاس العنبه. عندي 2 معالق كبار ديال ونص ديال سكر حبيبات، ومعلقه كبيره عامره ديال دقيق الذره. غادي نجيبوا واحد الكاسرول، غادي نعملوا المكونات تدريجيا. غادي نعملوا الماء، غادي نضيف الحامض المعصور الليمون الحامض. غادي نضيف كذلك الحامض اللي حكيته حامضه. وغادي نضيف سكر حبيبات 2 معالق ونصف. هي كريمه كتجي ولا اروع. غادي نمزج جيدا حتى كيذوب معنا السكر. فهي كريمه كتجي روعه، معتمده عندي، كتجي ولا اروع. تقدروا تزينوا بها الكيكات، كتجي رائعه جدا. ومن بعد غادي نضيف ملعقه كبيره ديال دقيق الذره، وغادي نمزج الكل. وغادي نوضعوه على نار مهيله حتى كيبدا يعمل معنا فقاعات. في هذه الاثناء غادي نضيف واحد النكهه ديال الحامض غير باش كيعطيني اللون. عندكم عملوها، ما عندكمش ما تعملوهاش. غادي نمزج الكل بهذا الشكل هذا.
روعه. وغادي نعملو فوق النار كما سبقت وذكرت على عافيه اولا على نار مهيله، وغادي نبقى نمزج حتى كيبدا يعمل الفقاعات وكيتقال معنا وكنزولوه. وغادي نوريكم الكيك ديالي كيف جا، راه طاب معنا كيجي روعه. نتوما شاهدوا محمر لون ذهبي ولا اروع، راه باقا سخونه، خليوها حتى كتبرد. وغادي نمشي للتزيين من بعد ما طابت معايا الكريمه. غادي نزيد واحد نص معلقه ديال الزبده باش ما كتعملش لينا القشره الكريمه ديالنا. وتزيين خليته لكم اختياري، انا عندي الفوتين وعندي كذلك حبيبات من الشوكولات. انتم شاهدوا الفوتين راه كنصايبو في المنزل ديالي، الا كنتو بغيتوه عملوه ليا في التعاليق نقادو معاكم. غادي نعمل واحد زلافه في الوسط باش غادي نعمل الكريمه. وكما سبقت وذكرت غادي نبدا نعمل الكريمه ديالي، كتجي رائعه، ما نعاودش لكم واحد الرائحه روعه. تلقى معكم في طبق التقديم. وتلاقيت معكم في طبق التقديم كيك بنكهه الحامض، الليمون الحامض، كتجي ولا اروع، ساهله التحضير، روعه، لذيذه وبنينه. قدموها لوليداتكم وضيافكم ولا اروع. نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم، نال رضاكم. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء وصفه جديده ان شاء الله، الى اللقاء.